السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض مهلبية البطاطا. هنعملها كده بطريقة كده اقتصادية، طريقة جديدة كده ومختلفة خالص. خليه كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي ايه الطريقة. اول حاجة كده هنقول بسم الله، ومعانا كده كمية البطاطا اللي احنا هنستخدمها ده بمعدل كيلو كده من البطاطا. بنقشره كويس وبنغسله كمان وبنقطعه كده زي ما انت شايفة، وبنحطه في الحلة وبننزل عليه كده بمية وبسكر، وهنسيبه لحد ما البطاطا تستوي على النار. عايزه اقولك ان طبعا البطاطا متوفره دلوقتي يا جماعه، فبجد في طرق كتيرة بتتعملي بيها البطاطا بجد، ودي من الطرق كمان الحلوة اللي تخلي ولادك لو مش بيحبوا البطاطا هياكلوها بجد وهيفرحوا بيها قوي. جربي كده الطريقة واتفرجي على الفيديو للآخر علشان تشوفي الطريقة كلها. خلاص كده كانت البطاطا استوت معانا وصفيناها كده من المية بتاعتها. هننزل عليها كده بمعدل نص كيلو من اللبن اهو زي ما انت شايفه كده، وهنبدا كده نضربها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت شايفه اهو لحد ما الخليط معانا ينعم خالص. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكونوا كمان بتستفادوا منها. هنا بقى جبنا نص كوبايه كده من اللبن، وهنحط فيها 3 معالق من النشا اهو. هنقلبهم كويس جدا كده لحد ما النشا يدوب مع اللبن، وهننزل عليهم بالخليط بتاعنا اهو زي ما انت شايفه. بعد كده انا بقى كان عندي كده كيس كريم كراميل، انا قلت احطه كده يدي طعم ونكهه حلوه قوي للبطاطا كده. اهو هنزل بكيس كده واحد وهقلبه كويس جدا، وهبدأ بقى اشيل الخليط ده كله واحطه على النار. وطبعا ايدك هتبقى فيه على النار طول الوقت عشان ما يلزقش منك، لحد ما بتحسي كده ان الخليط بدأ يتقل معاكي وبدأ يديكي الملمس اللي انت عايزاه. قبل ما نحطه على النار كده هننزل بمعلقتين كبار كده من السكر، لاني انا دقتها لقيتها محتاجة معلقتين من السكر فحطيت معلقتين من السكر. بعد كده هرفعها على النار لحد ما تستوي معايا خالص. هنا بقى طبعا دي البولة اللي انا هحط فيها المهلبية بتاعتي عشان هدخلها التلاجة. طبعا بندهنها كده، بندهن السطح بتاعها كده بالزبدة علشان ما تبقاش لازقة معانا. حتة زبدة كده وبتدهني الطروف بتاعتها كده، وكمان بتحطي الكيس الكراميل كده بتفضيه عليها من تحت كده. طبعا انا كنت كمان عاملة صينية صغيرة جنبيها كده اهو زي ما انت شايفة. هنزل بقى كده خلاص كان الخليط استوى معايا على النار، هنزل كده عليه في البولة اهو، وهنزل كمان في الصينية التانية كمان. وبعد كده هحطهم في التلاجة اهو زي ما انت شايفة كده. انا بس بساوي الاطراف بتاعتهم كده، وبعد كده هدخلهم التلاجة. بتقعديهم في التلاجة ما بين ساعة او 2 كده، وبعدين خلاص بيتماسكوا. وبعدين بتطلعيها كده من التلاجة زي ما انت شايفة اهو. ده شكلها اهو، عايزة اقولك حلوة جدا وكان طعمها حلو جدا وخفيفة كده، وطريقة جديدة كده لطريقة عمل البطاطا. طبعا للناس اللي مش بتحب البطاطا عايزة اقولك كان طعمها حلو جدا وناعمة كده وطعم الكراميل كمان حلو قوي فيها. بجد تجربي الوصفة دي هتعجبك قوي قوي، خفيفة كده وسهلة وسريعة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم بتاع النهاردة، وتكون طريقة